السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتسحر سحور خفيف ما فيهوش فول بقى وطعميه والجو ده. هنا قطعت بطاطس وسلقتها، وبعد كده لما استوت هرستها، وكنت مقطعه بقدونس، كذا عود بقدونس، وممكن نعملها كمان بحته توم. هنا طبعا احنا بنوفر مواعين هعمل كله في طبق واحد يعني. وجبت الطبق الستانلس ده عشان بيتحط على النار عادي. هرست بس، حط عليها بقى فلفل وكمون. لا، ما حطيتش فلفل، حطيت كمون وملح والبقدونس ده، وهنقلب قلب 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 ونهرس. هو المفروض بقى ان احنا نجيب طبق تاني بقى نحط فيه زبدة نسيحها، وبعد كده ننزل بالحاجات دي، وممكن نحط سنة توم قبل ما ننزل بالبطاطس، تبقى طعمها حلو يعني. بس طبعا ما حطيتش توم بقى عشان صيام وكده يعني. هرستهم بقى لحد ما بقت كلها اتهرست، ما فيهاش قطع يعني. وقلبتها كويس في التوابل والبقدونس. دي الزبدة او السمنة يعني. جبتها بقى، حطيتها في حرف الطبق كده وهسيحها، يعني اروح اولع عليه تسيح كده. بعد كده اقوم مقلبه البطاطس كلها في بعضها لحد ما يبقى شكلها كريمي كده. بصوا الزبدة عملت فيها خلتها كريمي كده وسهلة يعني. بتبقى تحفة بقى بالبقدونس. انا بحب البقدونس، بيبقى طعمه حلو قوي في الاكل يعني. والشبت برضو، والكزبرة. بس ما كانش عندي غير بقدونس يعني، فحطيت بقدونس، فهو بيبقى طعمه تحفة، تحس ان هو طعمه بطاطس بيوري كده. بعد كده جبت البيض، وعندنا لانشون، اللانشون ده ما عجبناش يعني. كنا بنجيب نوع معين فما لقيناش، جبنا اي حاجة فطلع وحش. هنا حطينا الاول السمنة في ساحت، وبعد كده حطينا البيضات، وبعد كده نقلب بقى، كل ما تمسك كده نقوم مقلبين يعني، كل ما ناحية تمسك نقوم مقلبينها لحد ما نحس ان كل الحاجات اللي فيه استوت، اللي هو الزلال يعني. وبرضه ما نستناش لحد لما يبقى بلاستيك يعني، لا، يبقى اللي هو يعني مرن كده برضه، اللي هو يعني يتحرك يعني. بعد ما استوى طفيت، وهنا بقى ده عسل اسود. العسل الاسود ده بقى جميل جدا للمناعة بقى او الانيميا، وحلو، انا بدخله في الكيك بقى والحلويات وكده. وده كان سحورنا النهارده، وبسيط وخفيف.